شكرا الأخ أحمد. بالفعل هناك أخبار عاجلة، وهناك معطيات جديدة في مشاركة المنتخب الوطني المغربي في كأس إفريقيا للمحليين التي ستنظم بالجزائر في الفترة الممتدة بين 13 و الرابع من فبراير المقبل، بحيث أن الجامعة الملكية المغربية كانت قد أرسلت مراسلة في الكونفدرالية الإفريقية تطالب فيها بتوفير رحلة مباشرة من الرباط مباشرة إلى قسنطينة الجزائرية، حيث ستقام مباريات المنتخب الوطني المغربي. في الساعات القليلة الماضية اللجنة المنظمة للاتحاد الجزائري ردت بشكل رسمي عبر مراسلة إلى الكونفدرالية الإفريقية تخبر فيها برفضها التام لدخول طائرة مغربية عبر مجالها الجوي. وبالتالي هناك الآن شكوك كبيرة في مشاركة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة في شأن الجزائر التي سيبدأ ابتداء من 13 من الشهر الجاري يناير. هناك شكوك كبيرة، حيث كان فوز القجع قد هدد إن لم يتم السماح بطائرة المنتخب الوطني المغربي برحلة مباشرة إلى قسنطينة، هدد بالانسحاب من نسخة الشان المقامة الآن بالجزائر. وهناك حيثيات وكواليس في هذه القضية طغت في الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي. فالمغرب حسب الكثير من الخبراء والكثير من المحللين قد وضع الجزائر في محك حقيقي وفي فخ تاريخي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بحيث أن مطالبة المغرب بتوفير رحلة مباشرة إلى قسطنطينة من حقه، ومن حقه ضمان راحة اللاعبين وأريحيتهم في سفر مباشر إلى المدينة التي ستقام فيها مبارياتهم في الشان. المغرب كما قلت والجامعة الملكية وضعت الجزائر في فخ، فإن قبلت فتح المجال الجوي فستخسر بشكل دبلوماسي أمام العالم. وبطبيعة الحال نعلم النزاعات الدبلوماسية بين الدولتين المغربية والجزائرية والنظامين السياسيين، هذا إن قبلت. وإن رفضت في هذه الحالة دخول الطائرة المغربية عبر مجالها الجوي، فستخسر بشكل كبير بنسبة كبيرة تنظيم كأس أفريقيا 2025. فكما في علم الجميع أن المغرب والجزائر مترشحان كليهما لاستضافة كأس إفريقيا المقبلة سنة 2025. هذا معطى لا يلعب في صالح الجزائر بطبيعة الحال في تنظيم النسخة الإفريقية في 2025، لأنه إن لم تنجح الشان للمحليين فكيف بك أن تنجح كأس إفريقيا؟ إذا هنا المغرب ضرب عصفورين بحجر واحد. بالنسبة للشان ماشي مشكل، ليس المشكل في أن لا يشارك، ولكن المغرب ضربت عصفورين بحجر واحد كما قلت، وضمنت بشكل كبير تنظيم كأس أفريقيا 2025 بهذه الخطوة التي قام بها فوزي القجع والجامعة الملكية المغربية، حيث كانت خطة مدروسة وقرار مدروس. وإن لاحظتم معي في المراسلة قام بها الاتحاد المغربي ليس للجزائر وليس للجنة المنظمة، بل للكونفدرالية الإفريقية، لكي تكون هي الوسيط، ولكي تكون بلغة أخرى بلغة الإعلام، لكي تكون وسيطة وشاهدة على الجزائر على أنها رفضت توفير الظروف الملائمة للمنتخبات المشاركة في هذه النسخة من الشان. هكذا تنتهي هذه المراسلة. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقي في مراسلة أخرى وفي حديث آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.